ولما تعوز تجدد باقتك في اورنج لازم حضرتك تاخد عدد الوحدات بس اللي الشركه بتديها لك، بس من خلال السكريبت اللي انا مبرمجه لك هتاخد ضعف عدد الوحدات بتاعتك. يعني مثال بسيط، لو رحنا على الانترنت بالشكل دوت وبعدين دخلنا على باقات جو اصلا اللي موجوده عندنا وقلنا له اشترك في باقات جو، هتلاقي فعليا وليكن مثلا ان باقه جو 50 بتديك 2500 ميجا بايت بس، وعندك مثلا جو 20 بتديك 750، جو 32 بتديك 1400، جو 520 بتديك 45,000. ايه رايك بقى من خلال السكريبت اللي انا مبرمجه لك ان انت هتاخد ضعف عدد الوحدات؟ يعني انت دلوقتي لو بتشترك في جو 520 اللي بتديك 45,000 ميجا بايت، هتديك دلوقتي ضعف الباقه اللي هو 90,000 ميجا بايت. الكلام دوت بيتم ازاي؟ الكلام دوت هيتم من خلال السكريبت. كل عليك بس هتكتب الرقم والباسورد خاصين بيك، بعد كده هوريك طريقه تسجيل كامله، ولازم تركز معايا عشان الشرح اللي هنشرحه مش هيتكرر تاني. فعشان كده انا محمد ودي قناتكم اشباح النت. ما تنساش بقى تحط اللايك الجميل بتاعك للفيديو، وكمان لو حضرتك جديد معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس بكل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. والاهم من كده انزل دلوقتي قيم الفيديو دوت، وكمان اكتب لي بقى محتاج ان انا اعمل لك سكريبتات ايه الفتره الجايه. واهم حاجه بقى اعرفهم ان الشبح في المدينه. ويلا بينا نبدا في سرد الحكايه. اهلا بيك عزيزي الشبح مره ثانيه. كل عليك دلوقتي عزيزي ان انت هتروح على البلاي ستور عندك اللي هو متجر بلاي، وهتبتدي تحمل منه ابلكيشن ماي اورنج اخر اصدار موجود على المتجر. بعد كده كل عليك ان انت بتفتح ابلكيشن ماي اورنج، بعد كده يطلب منك ان انت تسجل برقم الهاتف بتاعك وكلمه السر، هتبتدي تكتبهم بالشكل دوت. بعد كده كل عليك بس ان انت تضغط على كلمه دخول. خلاص على كده انت دخلت اصلا على ابلكيشن ماي اورنج. جميل جدا، هتقول لي جميل جدا وعسل جدا. بعد كده دلوقتي وليكن انا عايز اعمل باقه انترنت مثلا ب 50 جنيه على الخط بتاعي، فبالشكل دوت لو توجهنا على الانترنت وبعد كده دخلنا على الباقات عندنا بالشكل دوت، هنا هيقول لك اشترك. هنبتدي نشترك بالشكل دوت. يقول لك بقى انت حابب تشترك في باقات ايه؟ هنقول له باقات جو بالشكل دوت. بعد كده بيظهر لك هنا الباقات وعدد الميجا بايتس بتاعتها. طب ليه بقى ايه اللي يخليني انا كمحمد ولا انت ولا غيرك ان انت تروح تاخد نفس عدد الوحدات بس ما تاخد ضعف عدد الوحدات؟ طب هاخد الضعف ازاي يا محمد؟ اقول لك يا عزيزي الموضوع سهل وبسيط جدا. بعد كده كل عليك بس ان انت هتروح تحمل ابلكيشن بايدرويد 3 منين؟ من قناه التليجرام الخاصه بينا، ولازم فعليا النسخه اللي انا بستخدمها. لو عندك اي نسخه ثانيه ابتدي ان انت احذفها. بعد كده ابتدي نزل النسخه اللي انا هسيبها لك تحت الفيديو دوت في قناه التليجرام بتاعتنا. بعد كده هتبتدي تعمل لها انستول او تثبيت. بعد ما تبتدي تثبتها بالشكل دوت هتبتدي هنا خلينا بس نعمل حذف بيانات بالشكل دوت او كلير داتا عموما لابلكيشن بايدرويد 3 عشان يبتدي يفتح مع حضرتك كانك لسه منزل النسخه حالا عشان ما تواجهش اي مشاكل. بعد الكلير داتا ابتدي ادخل على البايدرويد 3 بالشكل دوت. وركز بقى ان احنا في سلسله شروحات جايه عن سكريبتات وكده، فاهم حاجه عزيزي انك لازم تحتفظ بالنسخه دي على الجهاز بتاعك. بعد كده كل علينا ان احنا بنضغط على ليتس ستارت، بعد كده كونتينيو 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 بالشكل دوت كونتينيو. بعد كده هتبتدي تضغط على علامه الاكس اللي موجوده فوق دي. خلاص على كده ابتدى الابلكيشن الخاص ببايدرويد 3 فتح معاك. بعد كده هسيب لك كمان السكريبت الخاص بينا مرفوع ميديا فاير بصيغه زد اي بي. كل عليك بس ان انت هتفك الضغط عن الملف مش اكتر من كده. وليكن مثلا ادي السكريبت الخاص بينا هتلاقيه مضغوط، خليني بس اضغطه بالشكل دوت عشان اوريك فك الضغط بيكون عامل ازاي. المفروض بالشكل دوت ان ده الملف الخاص بينا اللي حضرتك هتبتدي تحمله. كل عليك بس ان انت بتضغط عليه ضغطه طويله كده. بعد كده بتروح للثلاث نقط دول، هتقول لي ابلكيشن اي اس فايل النسخه المدفوعه اللي معاك فين يا محمد؟ اقول لك برضه هسيبها لك على قناه التليجرام بتاعتنا. بعد كده هتقول له هنا اكستراكت تو استخراج الى، بعد كده نقول له اوكي. خلاص على كده ظهر معانا الفولدر بالشكل دوت وادي الملف الخاص بينا، ولازم يكون الامتداد بتاعه دوت باي. اي حاجه ثانيه مش هتبتدي تترن او تشتغل معاك على البايدرويد 3. بعد كده ادخل على البايدرويد 3 مره ثانيه. بعد كده اضغط على علامه الملف اللي موجوده دي. بعد كده اقول له اوبن. بعد ما بضغط على كلمه اوبن لازم اديني هنا الصلاحيه اقول له كول بالشكل دوت. بعد كده بروح للستوريج اكسس فريم ورك بالشكل دوت بضغط عليها. بعد كده ببتدي اختار من الثلاث شرط دول الجهاز بتاعي. بعد كده كل اللي عليا بشوف انا فكك الضغط فين. مثلا فكك الضغط في داونلود، نقلته لملف ثاني، وهكذا. الفولدر اللي انت فكيت الضغط عنه موجود فين، هو ده بمنتهى البساطه اللي حضرتك هتبتدي تعمله. بعد كده انا وليكن هنا عندي الملف الخاص بيا وادي الملف. بعد كده بتاكد هنا ان الامتداد بتاعي دوت باي بالشكل دوت. ببتدي ادوس عليها. بعد كده ابتدي اضغط على العلامه الصفراء الخاصه بالتشغيل دي، وادي انا دلوقتي شغلت الملف. اول ايرور جابوا لنا هنا انه مدونين ريكويستس، معنى كده ان انا لازم اثبت مكتبه اسمها ريكويستس. هثبتها ازاي؟ هضغط على الثلاث شرط دول. بعد كده بروح على البيب عندي اللي هي بي اي بي. بعد كده بدوس عليها، وهنا في اللايبراري نيم الخاصه بيا ببتدي اكتب ريكويستس. بعد كده بدوس على كلمه
انستول. جميل جدا، هتقول لي جميل جدا. عشان برضو في اسئله بتجيلي في الكومنتس تحت اللي هو ازاي اصلا السكريبت مش راضي يشتغل مع انك مشغله قدامنا في الفيديو، فحضرتك اللي بتقدم الفيديو او بتخرج منه عامه. بعد كده خلينا ارجع مره ثانيه بالشكل دوت. بعد كده خلينا رن الكود بتاعي مره ثانيه. هنا بقول لك في مكتبه كمان لازم تثبت اسمها كلاراما. بعد كده مره ثانيه ارجع هنا اللايبراري نيم، بعد كده اكتب كلاراما بالشكل دوت. بعد كده ادوس على كلمه انستول. خلاص على كده اول ما بيجيب لك كلمه كومبليت تحت بالشكل دوت، خلاص على كده انت تمام. ابتدي ارجع بعد كده رن الكود بتاعي مره ثانيه. خلاص على كده الشبح ده ظهر عندك. بعد كده دوس نت 2.0 بقول لك انتر يور فون نمبر. كل اللي عليك دلوقتي يا عزيزي ان انت تبتدي تكتب رقم الموبايل الخاص بيك. بعد كده هتدوس انتر اللي هو السهم اللي موجود في الكيبورد عندك بالشكل دوت. بقول لك انتر يور باسورد، اكتب باسورد حسابك بقى الخاص بماي اورنج. وبعد ما بتكتب الباسورد بتاعك وتاكدت من رقم الباسورد فعليا هتدوس على انتر مره ثانيه. خلاص على كده هنا بقول لك ايه؟ بقول لك ان عندك عرض متاح اللي هو ضعف باقات الانترنت جو، بيديك بقى ضعف باقه الانترنت جو 50 لمده شهر، هيديك 5000 ميجا بدل 2500 ميجا ب 50 جنيه برضه. الكلام دوت ازاي يا محمد؟ هقول لك بمنتهى البساطه. تعالى نرجع على الباقات الخاصه بشركه اورنج بالشكل دوت. هتلاقي فعليا ان باقه جو 50 هنا بتديك قد ايه؟ بتديك 2500 ميجا بايت بس، صح؟ هتقول لي ايوه. هقول لك السكريبت عندنا بيديك قد ايه؟ هتقول لي بيديني 5000 بدل 2500. اقول لك جميل جدا. بعد كده كل اللي علينا يا عزيزي خلينا نرجع للسكريبت مره ثانيه. هنا بيقول لك ايه؟ هل تريد تفعيل العرض؟ نعم ام لا؟ طيب السؤال المهم بقى، هل فعليا لازم اضيف الرصيد بعد العرض، بعد ما افعل العرض بتاعي، ولا قبل ما افعل العرض بتاعي؟ مثلا دلوقتي عايز اشترك في العرض اللي هو ظاهر لي ده مثلا، اللي هو ضعف باقه الانترنت جو 50 لمده شهر 5000 ميجا بدل 2500 ب 50 جنيه. هل اضيف ال 50 جنيه الرصيد دي قبل ما افعل العرض من السكريبت، ولا بعد ما افعل العرض دوت من السكريبت؟ هقول لك سؤال جميل، تعالى بقى نجاوب عليه. اولا يا عزيزي حضرتك لازم تشتغل بالسكريبت الاول، ان انت تدخل تفعل العرض ده عندك. بعد كده تشحن 50 جنيه رصيد، هتلاقي فعليا ان الباقه اتجددت عندك، وفعليا نزل لك ايه؟ فعليا نزل لك العرض الخاص بيك. يعني نفهم ايه من الكلام ده يا محمد؟ يعني من الاخر يا عزيزي كل حضرتك هتعمله هتدخل على السكريبت الاول تشغله، وبعد كده تشوف عرض الضعف اللي عندك، بعد كده تشترك فيه، بعد كده تشحن الرصيد الخاص بيه. وليكن مثلا حضرتك ظهر لك ضعف باقه الانترنت وليكن كام؟ خلينا نرجع بس على الباقات الخاصه في شركه اورنج بالشكل دوت. وليكن جو 80 مثلا او جو 105. خلينا في جو 105 اللي هي بتديك 6000 ميجا. السكريبت طبعا هيبتدي ان هو يظهر لك 12000 ميجا ب 105 جنيه بس بدلا عن 6000 ميجا. فبالتالي هنا انت مش هتشحن 50 جنيه، انت هتشحن قد ايه؟ هتشحن الله ينور عليك 105 جنيه اللي هو ثمن الباقه الاساسيه. بعد كده بقول لك هل تريد تفعيل العرض؟ واي سلاش ان. بقول لك دلوقتي اكتب لي واي اللي هي يس، او اكتب لي ان اللي هو نو. فلو حابب ان انت تفعل العرض بتضغط على واي بالشكل دوت، ان انت بتكتب هنا المفروض حرف واي بالشكل ده. بعد كده بتبتدي تدوس انتر. خلاص على كده بيبتدي يبعت الريكوست الخاص بيك. انا فعليا مشترك في العرض دوت على الحساب الخاص بيا. انما لو حضرتك مش مشترك هيقول لك خلاص ان هيجي لك رساله تاكيد ان انت فعليا هتشترك في العرض. طيب واحد تاني دلوقتي هيقول لي بعد ما تشغل سكريبت وليكن يا محمد انا عندي مشكله صغيره. ايه المشكله؟ بقول لي انا بقى وصلت لحد كلمه يس اور نو. بعد كده انا دلوقتي حابب ان انا ما افعلش العرض عندي عشان ما يحصلش على الخط بتاعي اي مشكله. هقول لك الموضوع سهل وبسيط جدا. خلاص انت وصلت لحد هنا، كل اللي عليك بس اضغط على ان بالشكل دوت او اكتب حرف الان. بعد كده دوس انتر. لم يتم تفعيل العرض. انت كده تمام، مفيش اي رساله هتوصلك، مفيش اي اكشن اتاخد على الخط الخاص بيك. فانا لحد هنا عزيزي اتمنى اكون كفيت ووفيت في الفيديو دوت. القناه دي جديده لسه يا شباب، اكتبوا لي تحت دلوقتي في الكومنتس انتوا محتاجين سكريبتات ايه الفتره الجايه، وما تنساش مره ثانيه تعرفهم ان الشبح في المدينه. فلحد هنا بكون انتهيت. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.